السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم دانيت كنعملوها هكا في الدار، كتحلية كتجي رائعة او ديسير كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخير. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات، عندي اول حاجة عندي الحليب، عندي هنا شوكولاتة مبروشة وتكون من نوعية جيدة، عندي هنا قهوة سريعة الذوبان، عندي هنا 2 معالق كبار ديال السكر، والسكر دايما كيبقى على حسب الرغبة، واي تحلية من الافضل يكون فيها هكا السكر شوية. عندي هنا الفانيليا، عندي هنا رشة من الملح، عندي هنا نشا، وعندي الكاكاو بودرة كاكاو المر. نبداو على بركة الله. نوضعوا الحليب ان شاء الله في الكسرونة او في اي طاسة. نبداو بسم الله. بعد ما وضعنا الحليب كيف ما كتشاهدوا بسم الله غنضيف الرشة من الملح، ونضيف رشة من الملح كيف ما قلت لكم، غنضيف قهوة سريعة الذوبان، غنضيف السكر بسم الله، غنضيف الفانيليا، غنضيف 2 معالق كيف ما كتشاهدوا ديال النشا بسم الله، ضفت 2 معالق ديال النشا، غنضيف كاكاو مر بودرة بالشكل هذا، غنضيف 2 معالق، وغادي نحرك هاد المكونات كلها مع بعض. لازم تحركوا هاد المكونات والحليب بارد لسه ما شعلتوا عليه النار، ومن بعد ان شاء الله غادي نكملوا. من بعد ما حركنا المكونات كلها مع بعض كيف ما كتشاهدوا ستكون بهذا الشكل هذا، يعني لازم تذوبوا كل شيء مع بعض عشان ما تكتلش لكم لو كان هكا الحليب سخن. صافي، وكنبقاو هنا في جنبها وكنبقاو نحركوا حتى هكا كيختار. من بعد ما حركنا المكونات كلها مع بعض كيف ما كتشاهدوا بهذا الشكل هذا، ملي كنكملوا هكا وكنحركوا وكندوبوا كل شيء مع بعض مع الحليب عاد باش كنشعلوا عليها النار. دابا راه شاعله عليها النار كيف ما كتشاهدوا، ونخليها هكا، ولكن كنبقى جنبها مره كنحرك مره كنحرك حتى عارفين النشا بسرعه كتكتل وبسرعه كتحرق، خاصكم تبقاو حداها هكا وتحركوا. من بعد ما اختارت او تقالت المكونات كيف ما كتشاهدوا بهذا الشكل هذا، في المرحله هذه غنضيف الشوكولاته. الشوكولاته كتكون هكا بنوعيه جيده كيف ما كتشاهدوا، كنبقاو نحركو وناقصين عليها النار حتى يذوب لينا الشوكولات كامل. المرحله هذه من بعد ما سالت كيف ما كتشاهدوا من هذا القوام هذا، غنبداو ان شاء الله نوضعو في الكيسان بسم الله.
التحلية من بعد ما حطيناها في الكويسات بالشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. دابا ان شاء الله غندخلوها للثلاجة او الفريزر. لو كنتم هكا باغيين تبردوها بسرعه دخلوها للفريغو او الفريزر بسرعه تبرد ان شاء الله وغتصبح واجده. دابا غندخلها ان شاء الله للثلاجة ان شاء الله ونرجعوا. التحليه من بعد ما وجدت كيف ما كتشاهدوا، من بعد ما طلعناها من الثلاجة كيف ما كتشاهدوا من بردات كتجي على هذا الشكل هذا. زيناها بالشوكولاته من الفوق بالشكل هذا. التحليه كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله كنتمنى انكم تجربوها. يعني ضنت في البيت كيف ما كتشاهدوا كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وسهله التحضير وبمكونات بسيطه. نوريكم كيف جات من الداخل. بسم الله. كيف كتشاهدوا كتجي بهذا الشكل هذا. بسم الله. صدقوني كتجي طعم رائع رائع رائع، كأنكم يعني ضنت في البيت 100% وأحسن من الضنت ديال برا. كيف ما كتشاهدوا ممكن تحضروا لوليداتكم، وإن شاء الله مازال نحضر لكم ضنت بالفواكه بجميع أنواع إن شاء الله بإذن الله. كيف ما كتشاهدوا كيجي مذاق رائع. كنتمنى انكم تجربوه وتوجدوه لوليداتكم ان شاء الله. ومن غير مكونات اضافيه او مواد حافظه كيف ما كتشاهدوا كيجي رائع. كيف ما كتشاهدوا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ان شاء الله نكونوا خفافين على قلوبكم، وما تنسوناش من التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم فضلا وليس امرا. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامة.